والذنب أضناني. الصدمة اللي صدمت فيها قرابة 4 سنوات في الحج، كل يوم 5 أو 6 كلمات في مخيم إلى مخيم، 800 500 ألف رجل، حاج وامرأة، حاج وحاجة. أول سؤال طرح في مقدمة كل كلمة أو محاضرة: من منا يوم علم أن سيحج أخذ كتاب الله جل جلاله، هذا الكتاب العزيز، ثم أخذ يقلب الصفحات إلى أن يصل إلى سورة الحج، وقال: أريد أن أقرأ ماذا قال ربي عن الحج. والله يا جماعة إن بالغت فأنا شفت يد في كل الحملات، آلاف البشر يد أو يدين قرأنا سورة الحج قبل لا نجي. السؤال الثاني: من منا قرأ كلام بشر عن الحج؟ كل الأيادي رفعت. وقال الرسول يا ربي إن قومي، ما قال قوم يوسف ولا يونس ولا هود ولا صالح، قال إن قومي اتخذوا هذا القرآن إيش مهجورا. ولن نتطرق إلى أنواع الهجر اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله، لكن تخيل يعني ما في صورة اسمها الصلاة، أركان الإسلام كلها ما في صورة خاصة بركن إلا الحج. ما عندنا صورة اسمها الصلاة، ولا صورة اسمها الزكاة، ولا صورة اسمها الصيام، ما عندنا صورة واحدة لركن واحد اسمها الحج. وإذا كان ما قرأناها في الحج نشوف ايش يبغى منا الله سبحانه وتعالى. يا جماعة ماذا يريد الله منا في الحج؟ قرأنا كلام البشر عن الحج وتركنا كلام الذي حججنا لأجله جل جلاله ما قرأنا. لو قرأت سورة الحج والله العظيم لن تتكلم على أحد. لو قرأ صاحب الباص اللي أزعج الناس في يوم عرفة وفي نفرة أزعج الناس والزعاق اللي تسمعها في الحج والصراخ والخصام والسب والشتام، والله لو قرأ الحاج سورة الحج من قلبه والله ما عاد يتكلم على أحد، والله ما يتكلم على أحد. لأن سورة الحج إذا قرأتها تتأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. الكتب التي كتبها البشر عن الحج لابد أن تذكر عرفة، صح؟ الحج عرفة، وتذكر مزدلفة، وتذكر منى، وتذكر سورة الحج ما ذكرت عرفة، وهو أعظم أركان الحج، ما ذكرتها، ولا ذكرت منى، ولا ذكر الله فيها المبيت ومزدلفة. إذن ما الذي يريده الله منا في سورة الحج؟ سورة الحج ليس فيها ذكر لأركان الحج. يا جماعة، سألت امرأة نصرانية عندنا في مستشفى مدينة الذكاء الطبية، أسلمت ثم وضعت الإشارب هذا على رأسها ووجهها مكشوف، ثم ذهبت للحج ورجعت من الحج ما عاد تشوف عيونها. فسألتها قلت لها: ما شاء الله حججتي؟ بالإنجليزي قالت إيه. قلت لها: وشلون الحج؟ قالت: تذكرت شيء واحد بس، قالت: تذكرت يوم القيامة، تذكرت يوم القيامة. ورجعت نفسي وقلت: سبحان الله، كم حججت أنت من مرة ورجعت متذكر يوم القيامة؟ ذكرنا الزحام، ذكرنا الحر، ذكرنا البرد، ذكرنا التعب، ذكرنا الأعراض المرضية اللي بعد الحج. ففتحت سورة الحج، إذ بأول آية في سورة الحج تنقلك من أرض الحج إلى موقف آخر. أول آية تفتح سورة الحج، تحتها بسم الله الرحمن الرحيم، تحتها يا أيها الناس، يا أيها الناس، ما قال حجوا، ولا قال بت مزدلفة، ولا قال قف في عرفة، قال
هناك أمر وراء الوقفات كلها، ثمرة لهذه الوقفات كلها. يا أيها الناس اتقوا ربكم. سبحان الله، وأنا رايح عشان أتقي ولا رايح عشان يصير اسمي الحاج فلان؟ لا، رايح عشان تتقي، عشان ترجع بقلب آخر. اتقوا ربكم. ما دام سورة الحج الأصل في فهمنا وعقول البشرية أن من يريد يتكلم عن الحج يقول ويذكر لك زحام الحج وبؤس الحج والأشياء اللي تعانيها في الحج. الله يقول إن زلزلة الساعة. سبحان الله، وأنا جاي أحج وأول آية في سورة الحج ما علاقتها تذكرني بذاك اليوم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ناس يقولون قال الحج السنة هذه شيء عظيم، صح؟ والله سمعتها، وقد يكون أكثرنا سمعها. الحج السنة هذه موت، صح؟ يقول الله لا، شفتها الموقف التافه مقارنة بذاك الموقف من ناحية الشدة والتعب والبؤس، وإلا هو عظيم. يقول إذا أردت أن تعرف العظيم ما هو تقيس مع 3 مليون ضايقوك وزاحموك قلت شيء عظيم وموت، لا، يقول الموت هناك. وإذا بتخاف، الناس الآن قبل لا يجي الحج يختار له حملة قريبة، ويختار متى أوقات اللي بيطلع فيها أنه ما يكون فيها زحام، كله خايف من الزحام. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لا ميقات يوم معلوم. بيجي كل العالم. تضايقنا من 3 مليون، اللي ضايقوك ما هو 3 مليون، اللي ضايقوك يمكن 10 في المحيط أو 20. قدامك 2 و3 ويجي منك 2 و3، ومع ذلك نقول عظيم. يقول الله لا، أتيت بك في هذا الحج لأجل هذا الصلاة كم مرة؟ 5 في اليوم، تحتاجها 5 مرات في اليوم. الصيام مرة في السنة، الحج مرة واحدة في حياتك كلها. يذوقك هالزحام عشان تستعد للزحام الثاني. قال الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. شوف المقارنات الآن بين الموقف هذا والموقف ذاك. هذا الموقف أنت فعلته فذكرك بالموقف اللي ما رأيته. أنت رأيت هنا الأم مع شدة الزحام ما ترمي ولدها، ورأيت الأخ يكلم أخاه، وهذا ممسك بيد صاحبه، والناس تنتظر بعضها ورافعين أعلام عشان ما يضيعون بعض. يقول الله عز وجل يوم ترونها تذهل. كلمة بمجرد سماعها كأنك تشوف الحركة وهي ترمي ولدها وتذهل عنه. تذهل، ما قال كل أم عن ولدها، ولا قال زوج عن زوجته. اختار الله جل جلاله أقوى علاقة بين شخصين. ما هي علاقة الأم بولدها أي واحد، لا، برضيعها. يشتهي اللبن ويجوع يدر لبنها. سبحان الله، إيش العلاقة؟ ما تجلس مجلس ثم المرضع تسمع ولدي يبكي وانتم يا الجالسين ما سمعتوا وما سمعنا. قال الله تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فتبدأ تقارن، وأنت في الحج تبدأ تشوف أم مع ولدها. إذا ما هو عظيم؟ العظيم هناك. الزلزلة هناك العظيمة، هنا ما هي عظيمة. فتبدأ تفكر كيف تتخلص هناك، فتلقاك تسامح الناس وما تتكلم على الناس، تتجاوز عن الناس لأنك مشغول فيما هو أعظم. لو سجنت أحد 10 أيام في زنزانة انفرادية ثم قلت له بعد 10 أيام بنسجنك 50 سنة، والله لن يشتكي من الطعام اللي تقدمه هنا في 10 أيام، لأن عقله الآن يفكر في 50 اللي قدامه. مع أن وعدك وعد بشر يمكن ما يتنفذ ويمكن يموت هو أو تموت أنت، ومع ذلك تجده قلبه مشغول. فإذا قال الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فوالله سينشغل. إن كان قلبي وقلبك وأراد الله بنا خير بننشغل في ذاك اليوم، فتجد الناس يتضايقون من اللي يدفهم وأنت ما تتضايق. قال الله وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس. رأيت الناس في الحج تكلمهم يكلمونك،
يردون عليك مع شدة الألم لأنهم في وعيهم. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن زحام الحج شديد. لم يتكلم لك عن الحج، نقلك الموقف اللي تحتاج أنك تنجو فيه. أما هذا 3 أيام 4 أيام مراجع بإذن الله، وأصلا 2 ساعات ترجع المخيم، 4 ساعات ترجع المخيم، لكن الموقف. ولكن عذاب الله شديد. سبحانك. اخرج من صورة الحج قليلا وانظر، تتبع الكلام عن الحج في كتاب الله كله، تجد قضية تربية القلب في كل آية، بل في بعض الآيات 2 مرات يذكرها. دائما يذكر لك الله عز وجل مع الحج قضيتين: قضية التقوى وقضية التذكير باليوم الآخر. أي آية، خذ أي آية في سورة البقرة مثلا: وأتموا الحج والعمرة لله. إيش آخر الآية؟ إيش آخر الآية؟ الآية: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ما علاقة التقوى في الحج وما علاقة شديد العقاب؟ أتذكر عقابه في اليوم الآخر. اقلب الصفحة. الحج أشهر معلومات، لكن ذاك اليوم ما أحد يعلمه إلا هو، لا يجليه عن وقتها إلا هو. فمن فرض فيهن الحج، هنا أنت تفرض وهناك أنت ترجع. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أنت ستجلس معهم يوم القيامة 50,000 سنة، لن تقول لأحد كلمة، ولن تنطق ببنت شفة على أحد. يضايقونك ويزاحمونك الأولين والآخرين، والعرق يبلغ بالناس مبلغه، والشمس قدر ميل، والجبال تنسف، ومع ذلك في طول الفترة لن تتكلم على أحد. فتحملهم هنا شوي، تحملهم هناك كثير، والله سيزاحمونك. فتحملهم. قال: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما انتهت الآية: وتزودوا فإن خير الزاد، فئة ألف، فإن خير الزاد التقوى. انتهت الآية؟ ما انتهت. واتقوني يا أولي الألباب. سبحان الله، ما قال واتقوني يا الحجاج، يا أولي الألباب، لأنه عنده عقل قرأ إيش يبغى الله عز وجل، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى في الحج. يا جماعة مشكلتنا تاركين القرآن، نعمل أعمال. يعني نطرح الآن، كم مرة سمعنا من يطرح قضايا النساء في التلفزيونات وما يستشهد بصورة النساء. صورة النساء حوت كل رد على كل ليبرالي وعلماني، على كل ناعق وناعق، حوت القضية كل شيء في صورة النساء. وعلى الله أن ييسر يوم من الأيام من الله سبحانه وتعالى كتب نتكلم عن صورة النساء، كيف حلت قضايا النساء كلها، وفيها رد على كل ناعق ينعق، وردود صواعق. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. اقرأ الآية، اقرأ الآيات. قرأت هذه، لا تقلب صفحة، انظر في الوجه المقابل. واذكروا الله في أيام، هي أيام. ثم انظر كيف صرف الله سبحانه وتعالى الأذهان والقلوب إلى أمر. قال: فمن تعجل في يومين إيش فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتقى. يقول القضية ما هي قضية كم يوم تجلس. القضية إذا فهمت الدرس تروح قبل يومين أو بعد يومين. أهم شيء قلبك تغير وفهم الدرس، أنك بترجع في يوم ثاني ولا لا. قال: لمن اتقى. ما انتهت الآية، ايش بعدها؟ واتقوا الله.
وكل الحج ما يذكر قضية التقوى وتأثر القلب، لأن إذا جربت 10 أيام في السجن تعرف 50 يوم إيش معناها. قال واتقوا الله واعلموا. تخيل ملك يوصيك بوصية ثم تقول له أستأذن، ممكن أروح الحين، أذهب الآن، يقول لك اذهب لكن اعلم. ولله المثل الأعلى، يقول لك وأنت ماشي وأنت ذاهب واعلموا. إيش؟ ما هي الرسالة يا رب التي تريد أن تصل إلى قلوبنا؟ واعلموا إيش؟ واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يقول اذهب لكن تأكد أني سأحشرك يوم من الأيام في موقف أصعب من هذا وأعظم من هذا. فكما هيأت لنفسك حملة في 100,000 ورتبت أمورك وحجزت، اعمل لنفسك في ذاك اليوم. تأتي تريد أن تحج ثم تودع أهلك ثم تخرج فينكسر قلبك. تركت أهلك وأبنائك، لا بد في القلب كسر. ثم تذهب بأي وسيلة مواصلات شئت، في الجو ولا في الأرض، بأي وسيلة مواصلات شئت، لكن أنت على يقين أنك ستقف في نقطة معينة. حتى وأنت في الهواء تجدك تنتظر تلك النقطة الميقات، لأن بعد هذه النقطة تتغير حياتك، ستكون إنسان آخر، تدخل في مرحلة جديدة، مرحلة تكون فيها من الضعف حتى أنك ما تستطيع أن تقطع شعرة من شعراتك أنت. مرحلة من الضعف ما ستستطيع أن تقلم أظفر من أظفارك أنت. شوف الضعف، لا تنكح، لا تخطب إنسان آخر. عند تلك النقطة من الناس من يأتي في الميقات ثم يقف فينزع ملابسه. إن كان قلبك حي سيقول لك تركت أهلك، انكسر قلبك، ثم وقفت في ميقات معلوم ونزعت ملابسك بيدك. سيأتي يوم تترك أهلك، ينكسر قلبك، وتقف في ميقات يوم معلوم، ثم تنزع ملابسك أيادي أخرى. هل فهمت الدرس؟ ثم بعدها من الناس من يغتسل، ثم بعدها من الناس من يطيب. طيب يختاره هو، يقول لك قلبك، وغدا الطيب سيختاره المغسل الذي قد لا تعرف. ثم بعدها يلف على نفسه لفافة بيضاء أشبه بالكفن، ثم يقول له قلبك وغدا إذا غسلت وطيبت ستلف عليك لفافة بيضاء، بعدها تكون كأنك ميت، ما تقدر تنكح ولا تتزوج ولا تقلم ظفر ولا تقص ولا تحط طيب ولا لك شيء، وتسير مسير. يومئذ يتبعون الداعي، اليوم في منى وبكرة تقعد في عرفة إلى غروب الشمس، ثم تنتقل وتبيت مزدلفة، خلاص مسير. من تذكر وقرأ ووفقه الله عز وجل في سورة الحج تجده وهو يمشي يرى ضعف نفسه كأنه ميت مكفن، لكن هذا المكفن قادر على أن يكون سبب بعد توفيق الله عز وجل في أن تبدل سيئات حسنات. لكن إذا لبسوك إياها هم ما عاد تقدر تسوي شيء. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، ما في كلا. لكن الآن أنت ميت لكنك تمشي على الأرض، مكفن يمشي على الأرض، وأنت قادر بعد توفيق الله عز وجل أن تتوب إلى الله فيقبلك سبحانه وتعالى. ثم تعال وانظر إلى الدرس الحقيقي وأنت راكب في الباص وأنت أخي في الباص، تنظر تحتك إذ بأقوام يحملون معهم أوزار وأثقال، ثم يقول لك قلبك إن استطعت أن تأتي يوم القيامة راكبا فافعل، إن استطعت يوم القيامة أن لا تحمل أوزار فافعل. يذكرك قلبك يقول لك ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. سبحانك. ثم تجي عند المخيم ثم يقول لك ورني البطاقة، فتوريه البطاقة اللي انت حاجز، ثم يدخلونك وغيرك ما دخلوه. ليه؟
لأنك حجزت قبل أن تلبس الأبيض، فلنحجز اليوم قبل ما نلبس الأبيض. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم تكن تأتيكم رسل، كل هذه الأسئلة. فيا جماعة لابد نستعد. شوف درس والله العظيم يا جماعة. ثم تأتي وأنت تفكر إذ فجأة يصرخ صارخ من ورائك الطريق يا حاج الطريق يا حاج، ثم تلتفت إذ بالشرط والجيش والجنود يبعدون الناس والعسكر، ثم تأتي سيارات مكتوب عليها ضيوف خادم الحرمين الشريفين فتفتح لها الطرق، ثم يقول لك قلبك إن كان حيا، إن كان مو بحي بيقول يا حضر، وإن كان قلبك حي سيتذكر أن هناك سيأتي ضيوف خالق السماوات والأراضين. يوم نحشر المتقين، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، رايحين وفد الرحمن، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فيقول لك قلبك إن استطعت أن هؤلاء لهم علاقة بملك من ملوك الأرض، فهل لك علاقة مع ملك السماوات والأرض؟ فتبدأ تغير، تبدأ تحس، وأنت تفكر في هذا الموقف إذ بمن يحرك قدمك من تحت، ثم تنظر وتجده فقير قد قطعت رجليه وقطعت أطرافه، ثم جاءك يريد ريال. فيقول لك قلبك إن استطعت أن لا تزحف يوم القيامة تبحث عن حسنة فافعل، إني لك من الناصحين. لأجل هذا دارت سورة الحج على قضية التوحيد وقضية يوم القيامة والتقوى. قال الله جل في علاه حتى وأنت أخذت الهدي تريد أن تذبحه وتسوق الهدي، قال الله عز وجل لن ينال الله، لا تظن أننا محتاجون إلى دمها ولا لحمها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لكن أهم شيء صار في قلبك، ولكن يناله التقوى منكم. هل علمت وأنت تسوق الهدي أن الرقبة هذا الهدي أنت تتحكم فيها نوعا ما؟ فالله يتحكم في رقبتك من كل نواحي، تحكم مطلق لا يملكه إلا الله. فهل استشعرنا أحبتي هذه المعاني؟ لن ندرك، ولا والله لو جئنا بمثل البحار أمدادا ما تكلمنا عن آية وآيتين في سورة الحج. لكن تعالوا نأخذنا آيتين ثلاثة نطلع. قال الله عز وجل في ثاني آيات الحج ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. سبحانك. ثم بعدها يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، لازم يرجعك للبعث والنشور والقيامة. لما يؤكد الله عز وجل على قضية المجادلة؟ حتى وإن فتحت الصفحة الثانية الوجه الثاني تجد من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله. لماذا ذكر الله قضية المجادلة؟ ذكرك أولا بيوم القيامة فينشغل الآن فكرك فلا تؤذي أحد، لأنك تفكر الآن الأمر عندك تافه، الزحام هذا تافه والتعب تافه، لأن مقابل التعب العظيم والزلزلة العظيمة صار عندك ما يعني تحملت الناس. تعال صور واحد يحج، خذ معك كاميرا فيديو وصور واحد يحج، وتعال وانظر إليه تلقى معه أموال وعنده أرصدة، ومع ذلك لابس أبيض مثل أفقر واحد. تقول يا أخي مو منطقي، صح؟ ليه ما تجادل؟ جادلنا يا أخي، أنت عندك أموال، البس يا أخي أحسن ثياب وتعال شخص وتهندم في الحج. لا نجادل، أبيض. سبحان الله. ثم بعدين عنده أموال، تقول له تعال بت في مزدلفة على الرصيف، يقول لك أنا عندي أموال. شوف لو واحد جادل يقول لا أنا عندي أموال بروح أسكن لي في فندق. ما دام ما جدلت في الحج لا تجادل في غير الحج.
ثم تنظر لهذا التاجر نايم على رصيف والفقير جنبه في رصيف ثاني، وأحيانا تلقى التاجر على الاسفلت والفقير جاي قبله لقى له مكان على الرصيف. سبحان الله. ثم تعال صوره بكاميرا فيديو، تلقاه كامل صلى الفجر ثم راح ياخذ حصى ويناظر الحصى ولا ما تصلح يرميها. تقول مجنون هذا، صح ولا لا يا جماعة؟ كلام يعني ما في منطق، لكن أعظم حكمة أنه أمر الله ونحن متعبدون بذلك. تقول له طيب تعال يا أخي تجمع 7 حصيات في يدك، وين بتروح؟ يقول أخذ الحصى هنا حتى أرميها هنا. قل مجنون أنت. تلقى عمره ما حمل في بيته شيء ولا شال أي شيء، الآن يجمع حصى من مزدلفة كأنه ينظفون مزدلفة. سبحان الله. وتأخذ من هنا وترميه هنا، وحجر نلتقطه، وحجر نرميه، وحجر نقبله، وحجر نطوف عليه، ولا نجادل. لا تجادل ما دام ما جادلت في الحج، فلا تجادل في غير الحج. 7 لا نبتدع ولا نخترع من عندنا. ما آتاكم والله، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البخاري: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. طيب أجل ليش تقبله يا عمر وأنت خليفة؟ قال: ولولا أني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك. اتباع لا ابتداع، إخلاص ومتابعة. صورة الحج إخلاص ومتابعة. ثم يقول الله عز وجل يعلم كل من جاء في الحج صورة أنه مسلم وقد أبطن أو أظهر الشرك ويدعو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك كلها لا شريك لك. وين التوحيد يا جماعة؟ انظر إلى آخر صورة في آخر صفحة في سورة الحج. قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. سبحانك، يا ليت كل من حج قرأها. كان ما نسمع أناس ينادون بالأولياء والصالحين إذا طافوا بالبيت المعمور وقالوا يا فلان يا فلان. قال: ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون، أي أحد ينطق به لسانك أو يلتفت إليه قلبك ويجأر إليه، قال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ذباب من أحقر الحشرات. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كلهم ما يقدرون يخلقون ذباب، فكيف ينفعونك أو يضرون؟ قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. تكلم أهل التفسير: من الطالب؟ هل هو الذباب أم المطلوب الذباب؟ هل هو سبحان الله. قالوا في نهاية الكلام: إن كان الطالب الذباب أو المطلوب الذباب يكفيك أن المقابل ذباب. الطرف المقابل ذباب، يعني سواء هو الطالب أو المطلوب في النهاية المقارنة مع ذباب. وقبلها يقول: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. ليه الله سبحانه يؤكد القضية في سورة الحج؟ لأن القضية أكبر من وقوف في مزدلفة، النوم في مزدلفة، والقضية قضية توحيد. قال الله جل جلاله العزيز المجيد، يقول سبحانه في الكتاب العزيز: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، وكل خلق الله دون الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون إيش؟ ما يملكون من إيش يا جماعة؟ من قطمير. ما هو تمرة؟ التمرة كبيرة
ولا نواة التمر، الغشاء اللي على التمرة، يقول ترى اللي تدعوه من دوني وبكيت وأن تنطرح عند قبره، أو تطوف البيت أو في عرفة وتقول يا ولي الله، أو تقول يا فلان أنجز لي وأنجني وأشفني وأعطني وارزقني الابن الصالح. قال جل جلاله ما يملكون من قطمير، يقول ما عنده قطمير. والعاقل إذا جاء يستلف منه، لو جيت أستلف من فلان من الشيخ ثم قلت لك تريد تستلف منه، والله ما عنده ولا ريال، أنت بعقلك المجرد تقول ليش أتعب نفسي، صح؟ وأذهب إليه وأكلف نفسي خطأ وأسأله وهو ما يملك. الله اللي يقول، ليس بشر يقول لك ما عنده، الله يقول الذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إذا لم تقتنع قال الله بعدها إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تنطرح عند قبر سنة ما يسمع دعاءك. قالوا لا يسمعون، قال ولو سمعوا فالنهاية ما راح تحصل شيء. اللي مكتوب لك بيصير دعوت أو لم تدعو، واللي ما كتب لك لن يحصل سواء دعوت أو لم تدعو. قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذه الأمور في الدنيا، باقي في الآية أمر في الآخرة. قال ويوم القيامة سأخرج من دعا ومن دعي ويوم أوقفهم أمام بعض ويوم القيامة يكفرون إيش بذنبكم ولا عملكم ولا جرمكم ولا شرككم. قال بشرككم ثم ختمها بصاعقة جل جلاله قال ولا ينبئك، يعني لا تبحث عن فتوى في كتب غيره، ولا ينبئك مثل خبير. يقول القائل يا ربي ما دام لا يملكون من قطمير، أنا والله بعقل المجرد أني والله لا أدعوهم، ما دام ما يملك ليش تعب نفسي، وإذا دعوتهم ما يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا وسيكفرون بشركي، يا ربي والله لن أدعوهم، لكن أين أنزل حوائجي؟ بعدها قال يا أيها الناس، ما قال يا أيها المسلمون، لأن من يفعل هذا ليس في الإسلام في شيء. من يدعو مع الله أحدا هو من الظالمين، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت إذن فإنك إذن من الظالمين. والشرك ظلم، أن الشرك لظلم عظيم. فقال الله جل جلاله يا أيها الناس أنتم الفقراء. نعم الملك فقير والغني فقير والوزير فقير، ولا يحرك قلوبهم إلا الله، ولا يحرك أنفاسي وأنفاسك وأنفاس أولادنا إلا الله. وإذا أراد أن يوقفها أمام عينيك أوقفها ولا أحد يرجعها. أوقف الله قلوبا كثيرة ولا أحد رجعها لمن يحب. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فالكل فقير إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم بعدها بآية يقول وما يستوي الأعمى والبصير. يقول أنت بعقلك المجرد فرقت بين قدرات الأعمى وقدرات البصير، فكيف ما قادك عقلك وقلبك أن تفرق بين ميت من البشر وبين العزيز القدير جل جلاله. قال ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فلا تدعو الميت، هذا من البشر، واحد حي واحد ميت، أنت تعرف أن قدرة هذا أكثر من هذا، فكيف ما عرفت أن قدرة الله جل في علاه الحي القيوم أقدر وأعظم من قدرة الميت؟ فيا ليتك توجهت. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. نسرد الآيات الأخيرة ثم نقوم وأعلم أننا قد أطلنا، ولكن نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كل خير. يقول الله عز وجل أن تبتغوا فضلا من الله ورضوانا فإذا أفضتم من عرفات شو المطلوب؟ فاذكروا الله. إحنا نذكر الله. تعال صور الناس في المخيم كلهم يتكلمون عن الزحام، كلهم يتكلمون عن الزحام أو يسألكم في سواليف تافهة. قال فاذكروا الله لأنه هو وحده من ينجيك في ذاك اليوم. فاذكروا الله كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا، حتى يعلمك بفقرك وأنك واحد من مجموعة، ترى ألست أنت وحدك الحاج. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. لك ذنوب مضت إن حاسبك الله بها ستخسر في ذاك اليوم، فتعال استغفر هنا. فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وش بعدها؟ واذكروا الله كذكركم. سبحان الله.
احنا ذكرنا الحج وذكرنا الزحام وذكرنا الضيق وذكرنا الله يقول واذكروا الله. لو فهمت لن تذكر إلا الله. واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول تعال شوف في عرفة موقف عظيم، من يقول ربنا آتنا في الدنيا، كل دعاء في يوم عرفة نجحني وفقني زوجني، طيب جميل، لكن وما له في الآخرة من خلاق. جبناه عشان يجرب الحج ويخاف من اليوم الآخر، دعا للدنيا وترك اليوم الآخر. قال ومنهم من يقول ربنا، ومن الناس من يقول ربنا آتنا، أخذ الثنتين. الله يبغاك ترتفع. من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيش ذكره في النار؟ عالم من الحج يذكره بذاك اليوم وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أحبتي الفضلاء، كل من أراد من المسلمين أن يحج، أحبتي، لندعو الله عز وجل أن يعيننا على أن نحج كما يريد جل جلاله وما يرضى وكما يحب سبحانه. أحبتي، فلنقرأ القرآن، نقرأ هذا الكتاب العزيز قبل أن نحج، ولنقرأه إذا أردنا أن نصلي، نقرأ آيات الصلاة المطلوب تنهى عن الفحشاء، ولنقرأ في الصيام يتغيرها القلب. ونسأل الله جل جلاله الذي لا يملك القلوب إلا هو أن يصلح قلوبنا أجمعين. أسأله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا ووالدينا وأزواجنا وإخواننا والمسلمين. اللهم يا رب الأرباب، اللهم إنا نشهدك أننا قد عجزنا أن نصلح هذه القلوب، فلا يصلحها إلا أنت ولا يثبتها إلا أنت، ولن نصل إلى شيء بغيرك. اللهم لا تكلنا إلى غيرك طرفة عين ولا نشكو ما بنا إلا لك. اللهم يا رب أخلص لنا توحيدنا، اللهم أخلص لنا توحيدنا، اللهم أخلص لنا توحيدنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك بما لا نعلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين فهم كتابك يا أكرم الأكرمين، واغفر لنا ذنوبا حرمتنا كثيرا من عطائك. اللهم اغفر ما سترت واستر ما علمت. اللهم لا تفضحنا، اللهم استرنا بسترك يا ربي وارحمنا برحمتك. ويوم تجمع الأولين والآخرين حرم وجوه الحضور خاصة وحضور ومن يرى هذا اللقاء ويسمع عامة. اللهم إن في صدور أحبتي هؤلاء وأخواتي هناك ومن يرى ومن يسمع أمنيات لا يعلمها إلا أنت يا رب البريات. اللهم لا تفرقنا من هذا المكان وفي صدر واحد منا أمنية هي لك رضا وله فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن يتحرك من مجلسه هذا. إن ذلك عليك يسير، إن ذلك عليك يسير، إن ذلك عليك يسير، وإنك بالإجابة جدير، وإنك على هذا كله لقدير. وصلي وسلم على أشرف خلق الله وسلم على الله. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها